عاملين ايه؟ عارفه ان انا مختفيه الفتره اللي فاتت بسبب وفاه والد نور، وده يعني حاجه ما كانش ينفع يحصل غير كده. كان شخص محترم، كان شخص طيب، كل الناس حرفيا بتشهد له بده، ان هو كان ونعم الصاحب ونعم الجار ونعم الاب. فنتذكره في صلاتنا وندعي له، ان ربنا يرحمه ويغفر له. مقدره ان انتوا بتسالوا على نور كتير جدا 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 وعايزيني اطمنكم عليها، بس للاسف يا جماعه مش هعرف اطمنكم ايه، مش هعرف اقول لكم ايه، لان نور حالتها صعبه، لان اللي توفى لها ده باباها. يعني عارفين انا يعني بالنسبه لي عمري ما هقدر اقول لها تأقلمي، عمري ما هقدر اقول لها لا وفوقي وشوفي واعملي، لان الزعل انا عندي اقتناع تام ان الزعل بياخد وقته. ان انا خلوها تزعل على باباها، مفيش حد اغلى منه تزعل عليه، مفيش حد اغلى منه في الدنيا. ربنا هيلهمها الصبر وهيقويها هي ومامتها واخواتها. بس طبيعي ان هم هيبقوا زعلانين الفتره دي، وطبيعي ان هم مش هيبقوا مستوعبين اصلا. يا جماعه اصل احنا مش بنتكلم في حاجه عاديه، دي الموت مصيبه، يعني الموت مصيبه من اكبر المصايب، وبالذات لما بيكون الاب او الام عمود البيت. فربنا يا رب يصبر قلبهم ويبرد قلبهم، وزي ما الحزن بيتولد كبير قوي يصير ويهدى. ما حد يعني انا ما عنديش حاجة ان هو ننسى والكلام ده، الغالي على القلب ما بيتنسيش مهما راحت الايام ومهما جت. بس ربنا بيلهمنا الصبر، وبيلهمنا ان احنا نعيش حياتنا، ننزل شغلنا، ناكل نشرب. بس هل احنا بننسى الحد ده؟ لا ابدا. فدعوا نور ووالدتها واخواتها بالصبر.